العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي أينما كنتم أيها السادة والسيدات، من الفضائل أن نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. استهلوها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. فعاليات المهرجان الوطني تنظم في الفترة من 16 وحتى 22 من أغسطس. دعوة لتعزيز الجهود الجارية للحفاظ على الثروة الغابية في حكاد. حملة الطلاب التنموية استثمار وطني. بيونغ يانغ تطلق صاروخين باتجاه بحر اليابان. أمريكا ليست جاهزة لإبرام اتفاقية تجارية مع الصين بحسب ترامب. واختتام مناورات الناتو العسكرية بجورجيا. أهلا بكم من التفاصيل. ينظم المهرجان الوطني لعام 2019 في الفترة من 16 وحتى 22 من أغسطس الحالي في أرض المعارض الإكسبو تحت شعار ثقافة الثبات على الصمود. وأوضح مفوض الثقافة والرياضة السفير زمدة تخليق خلال المقابلة التي أجراها مع وكالة الأنباء الإريترية أن المهرجان الوطني الكبير ينظم على شكل مسابقات وتزداد التجارب المكتسبة منه عاما إثر آخر، مشيرا إلى أن كافة أقاليم البلاد أكملت الاستعدادات التي استمرت لفترة طويلة تمهيدا لعرض أروع ما لديها من محتويات ثرية وخيرات متميزة تعكس الجمال والتنوع. وأشار السفير زمدة بأنه يتوقع تقديم عروض استثنائية حيث تم تجهيز قاعات المعارض لعكس الأقاليم أفضل ما لديها من محتويات الخيرات والثروات الطبيعية، وكذلك الموروثات الثقافية بالغة الدقة والأهمية والموسيقى والرقصات والفلكلور الشعبي وقرية الأقاليم التي تعكس منشآت المساكن والحياة المعيشية اليومية، بالإضافة إلى مسابقات فنية وعروض الإبداع والابتكار ومعارض البازار ومعارض فن الرسم والنحت وبرامج التراث الشفهي ومعارض لإنتاج المؤسسات وبرامج الأطفال التعليمية والترفيهية ومعارض البيع والكتب وغيرها من المحتويات. ونوه السفير زمدة إلى تحديد الأسعار مسبقا وإجراء رقابة مشددة تحسبا لارتفاع الأسعار فوق النسبة المحددة، كما تم التفاهم مع الجهات المعنية لتقديم خدمات مواصلات جيدة. وفي الختام دعا سيادته المواطنين لضرورة المتابعة اليومية لوسائل الإعلام الوطنية من أجل تزوغ البرامج المقدمة. قدمت دعوة لتعزيز دور المجتمع المدني من أجل إنجاح الجهود الجارية للحفاظ على الثروة الغابية في مديرية حكاد. وأوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في المديرية سيد تخلاي في السهية عن تدمير 20 كنتالا من الأشجار المنتشرة في منطقة عد النسور والطريق يؤدي إلى منطقة أنجيلة تحت جنح الظلام، داعيا مدراء الضواحي لليقظة من أجل منع قطع الأشجار وتقديم الجناد إلى القانون. وأشار السيد تخلاي إلى أن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية تسببت في وقوع 150 شجرة معمرة في منطقة حشيشاي و200 شجرة في منطقة عد عمر و60 شجرة في منطقة شبق. علاوة على ذلك فإن القطع الجائر للأشجار يتسبب في تدمير الثروة الغابية، ناشدا في الوقت نفسه إدارات الضواحي للعب دور بارز للحفاظ على تلك الثروة. وذكر المسؤول بأن مناطق عد الري والشبق وعد عمر وعد النسور وأنجيلة وعد فاكاي أكثر المناطق التي تشهد فناء واندثارا كبيرا للثروة الغابية في المديرية، بما أنه لا تتحقق النجاحات الفعالة دون مشاركة المواطنين يتطلب مشاركة جماهيرية واعية وفعالة. أوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم عنسبة السيد كسة تسفاتين أن الحملة الطلابية الصيفية التنموية تنمي ثقافة التنمية البيئية وترسخ الحب المتبادل إضافة إلى حفظ المياه وحماية التربة. وذكر بأن مراكز الشتول المنتشرة في مدن كرن وعلاب برعيد وحلحل وعتكليزان لعبت دورا كبيرا في إنجاح الحملة، داعيا إلى الدفع بأنشطة الغرس في المنازل ودور العبادة والمؤسسات الحكومية
إلى جانب أنشطة التشجير التي يقوم بها الطلاب. وفي الآراء التي أدلى بها المنخرطين في الحملة أعربوا عن فخرهم بالأعمال التي يقومون بها، مناشدين كافة أفراد المجتمع لتعزيز دوره في رعاية الشتول الموروثة. وتشير المعلومات بأن الطلاب المنخرطين في الحملة الصيفية التنموية بالإقليم البالغ عددهم أكثر من 8000 طالب في 9 مديريات أنجزوا أعمالا فعالة تمثلت في حفظ المياه وحماية التربة. نظمت شرطة المرور بفرع إقليم القاش بركة في 8 من أغسطس الجاري في مدينة بارنتو سيمينارا لسائقي الحافلات والسيارات الأجرة حول قوانين المرور والسيطرة على الحوادث. وأفاد قائد شرطة المرور في الإقليم الرائد هابتي قبرو بأن الهدف الرئيسي من السيمينار هو رفع مستوى وعي المشاة وسائقي السيارات واتباع قوانين المرور والابتعاد عن الجرائم والمخالفات. وقال الرائد هابتي أن معظم الحوادث تنجم نتيجة لعدم احترام قوانين المرور، موضحا في الوقت ذاته أسباب الحوادث السائدة في الإقليم المتمثلة في تناول الكحول أثناء القيادة والسرعة الفائقة وعدم مراعاة المسافات والإهمال، وكذلك عدم منح الأولوية والإكثار من الحمولة، مناديا كافة سائقي وأصحاب السيارات لاحترام القوانين. وقدم الرائد هابتي توضيحا مفصلا إزاء المخالفات المسجلة في الربع الثاني من العام 2019، حيث شهد الإقليم 2537 مخالفة وتسبب 67 حادث مروري في إزهاق أرواح 4 أشخاص. وفي الختام قدمت آراء وتوصيات تمخضت في إيجاد آليات لإزالة التجارة الجارية في الطرقات والشوارع لكونها ظلت تتسبب في الحوادث، وقطع الأشجار المتفرعة في بعض الطرقات المعرقلة لسير المركبات وتتسبب في الحوادث أيضا، وصيانة وزيادة إشارات المرور وكذلك صيانة الطرق. تخرج في الرابع والسادس من أغسطس الجاري 40 من مرافقو الأسر في مديريتي ميمنة وابن حيلي بالإقليم الجنوبي، حيث تلقوا دورات مهنية تمثلت في تربية النحل والدواجن امتدت لفترة شهرين. وفي مراسم التخريج التي جرت في المديريتين أوضح بأن الهدف من الدورة التي شاركت فيها 31 من الإناث هدفت لاكتساب مهن تساعدهم في ضمان حياتهم المعيشية. وقال ممثلي الخريجين أنهم يدركون تماما بأن الدورة هي جزء من الاستثمار الضخم على فئة الشباب، مؤكدين بأنهم سيسعون جاهدين من أجل تغيير حياتهم المعيشية وأن يكونوا نموذجا ناجحا في مناطقهم. من جهتهما أوضح مدير المديريتين أن المهن التي اكتسبها الدارسين تحدث تغييرا إيجابيا، مؤكدا على دعم إدارتهما لهم. أفادت المعلومات الواردة بأن السيول التي عقبت الأمطار الغزيرة التي هطلت في الرابع من أغسطس الجاري بمدينة كرن وضواحيها تسببت في إحداث أضرار بأنابيب المياه ودفن الآبار. وأوضح المدير التنفيذي لخدمات المياه في مدينة كرن الشاب أبرهي جرماتين أن الخريف والسيول المتدفقة أوقعت أضرارا بالغة في أنابيب المياه ومصادر المياه وخطوط الطاقة بوادي عنسبة، مما تسبب في توقف خدمات المياه لفترة وجيزة. وذكر عن توقف خدمات الصهريج باعتبار أن الآبار التي يستفاد منها في نقل المياه توجد في وسط الوادي، وأنهم يسعون جاهدين لصيانة العطب من أجل استئناف خدمات المياه في أقرب وقت ممكن. سيداتي سادتي، إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أطلقت كوريا الشمالية مقذوفين غير محددين في البحر بحسب ما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، نقلا عن رئاسة أركان الجيوش في سيول. وفي وقت لاحق أكدت كوريا الجنوبية أن أحدث القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان كانت صاروخا باليستيا على ما يبدو. وقال مكتب الرئاسة بكوريا الجنوبية في بيان له أن ما أطلقته كوريا الشمالية صباح السبت استهدف اختبار قدرات نوع جديد من الصواريخ القصيرة المدى تطوره كوريا الشمالية. وجاءت عملية الإطلاق تلك بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تلقى
رسالة جميلة للقاء من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وقال ترامب أن كيم قال أنه غير سعيد بالتجارب الصاروخية التي قال الزعيم الكوري الشمالي أنها تأتي ردا على التدريبات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة والصين ما زالتا تواصلان السعي إلى اتفاقية للتجارة، لكنه ليس جاهزا لإبرامها. ومتحدثا إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب أيضا أن الولايات المتحدة ستواصل الامتناع عن إجراء تعاملات مع شركة هواوي تكنولوجيز عملاق صناعة معدات الاتصالات الصيني. وقال ترامب أن الولايات المتحدة لن تجري تعاملات مع هواوي في الوقت الحالي، رغم أن ذلك قد يتغير إذا توصل البلدان بالأحرى إلى اتفاقية تجارية. وتدرس وزارة التجارة الأمريكية منح بعض الرخص لشركات أمريكية لبيع بعض المنتجات إلى هواوي. وفي مايو الماضي منعت الوزارة فعليا الشركة الصينية من شراء التكنولوجيا وبرامج الكمبيوتر والخدمات الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. اختتمت مناورات إيجل سبيريت 2019 العسكرية في جورجيا بمراسم رسمية في قاعدة أوربيلو العسكرية قرب مدينة أهيسكا جنوب البلاد. وحضر المراسم كل من رئيسة البلاد سالومي زوربيشفيلي ورئيس الوزراء ماموكا باختادزي ودبلوماسيين ومسؤولون آخرين. وقالت رئيسة جورجيا زوربيشفيلي في كلمتها خلال الاحتفال أن المناورات العسكرية كانت خطوة نحو اندماج جورجيا مع حلف الشمال الأطلسي. وانطلقت مناورات إيجل سبيريت 2019 العسكرية في 27 من يوليو الماضي بمدينة سيناك غربي جورجيا، وذلك بمشاركة 3000 جندي من 14 دولة، وشارك فيها كل من تركيا والولايات المتحدة وجورجيا ولاتفيا وليتوانيا وبريطانيا وبولونيا والنرويج، إضافة إلى بلجيكا وبلغاريا وأوكرانيا ومونتينيغرو ورومانيا واليونان. وفي الخبر الأخير في هذه النشرة، ألقت مطارات رئيسية في مدينتي سيدني وميلبورن أكبر مدينتين في أستراليا رحلات بعد اجتياح رياح عاتية ولايات جنوب شرق البلاد، مما أدى إلى مقتل امرأة وإلحاق أضرار بأسطح المباني وانقطاع الكهرباء. واقتلعت الرياح القوية سقف دارا للمسنين بالقرب من نيوكاسل في ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة، وتجاوزت سرعة الرياح التي اجتاحت أنحاء في المنطقة 100 كيلومتر في الساعة. كما تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو 10,000 منزل في ولاية جنوب أستراليا، بينما ألقت مطارات في سيدني وملبورن أكثر من 60 رحلة بسبب الرياح القوية. وحذر مكتب الإرصاد من أن الأحوال الجوية السيئة ستستمر على الأرجح حتى مطلع الأسبوع. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.